الإنجازات الدولية. شهد عام 2023 العديد من الإنجازات الدولية التي جذبت الأنظار إليها من مختلف دول العالم، في مقدمتها الاتحاد الدولي للكاراتيه الذي أشاد بتلك الإنجازات التي كانت مصدر السعادة والابتسامة للجميع داخل جدران الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الكابتن محمد الدهراوي. ولا يختلف اثنان على أن هذا الإنجاز التاريخي لم يأتي من فراغ، وإنما بفضل الجهد المتواصل والعمل ليل نهار من قبل مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى الدعم اللامحدود الذي يتم تقديمه للأجهزة الفنية واللاعبين من أجل تحقيق الهدف الأسمى، وهو الصعود على منصات التتويج إلى أن أصبح نجوم مصر في الكاراتيه حديث العالم. ففي بطولة إفريقيا التي أقيمت بالمغرب، نجح اللاعبون في حصد 37 ميدالية متنوعة بواقع 14 ذهبية و15 فضية و8 ميداليات برونزية. لذا فإننا لابد من توجيه التحية لهؤلاء الأبطال الذين نجحوا في رفع العلم المصري عالياً وأصبحوا حديث جميع وسائل الإعلام المصرية والإفريقية والعالمية. ولم تتوقف الإنجازات عند ذلك فحسب، حيث تم انتزاع العديد من الميداليات في بطولات الدور العالمي البريمير ليج التي أقيمت باليابان، ودور الشباب العالمي بكرواتيا، وبطولة البحر المتوسط للكبار والشباب والناشئين التي أقيمت بتونس، والدور العالمي الذي أقيم بالفجيرة. ولا ننسى كمية الميداليات التي تم حصدها في الدور العالمي التي أقيمت بالقاهرة، حيث تم انتزاع 3 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات. كما نجح لاعبون في حصد المركز الثاني في الترتيب العام ببطولة العالم للكبار التي أقيمت بالمجر بواقع ذهبيتين وفضيتين و4 برونزيات. بينما تم تحقيق ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات في بطولة سيرياس A التي أقيمت بقبرص. وأخيراً التألق في دورة الألعاب القتالية للشباب تحت 21 سنة والتي أقيمت بالرياض. ولا نغفل حجم الإنجازات الذي حققه نجوم منتخبنا الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة في البطولة الإفريقية التي أقيمت بالمغرب بتحقيقهم 16 ميدالية متنوعة ما بين ذهبية وفضية. كما انتزع لاعبون صدارة الترتيب العام في بطولة العالم لذوي الاحتياجات التي أقيمت بالمجر بواقع 3 ذهبيات وفضية و5 برونزيات. كل تلك الإنجازات تجعلنا نفخر بالاتحاد المصري للكاراتيه وبالنجوم الأبطال الذين رسموا البسمة على وجوه الجماهير المصرية. وأخيراً بالإرادة والعزيمة وروح التعاون بين أفراد منظومة الكاراتيه ستتوالى الإنجازات.